تبدأ القصة بواحد اسمه شاولينج، وبنعرف انه لاعب كرة قدم متقاعد وبقى بيزنس مان، لكن كل مشروع يدخل فيه لازم يفشل. شاولينج متجوز من عارضة ازياء وعندهم طفلين، ولد اسمه يوهو وبنت اسمها يويو. يوهو بيحلم انه يبقى مخرج لما يكبر، ويويو بتحب الرياضة، لكن بنعرف ان عندها مشكلة في رجليها ومركبة دعامات عشان تقدر تمشي، وبسبب مشكلة رجليها زملائها في المدرسة مش بيحبوا يلعبوا معاها وما كانش عندها صحاب. يويو وهي مروحة بتقعد في الحديقة وهي باصة للسما وبتتمنى يبقى عندها صحاب. في نفس الوقت بنشوف في مجرة تانية كوكب اسمه مياو. الكوكب ده بيعيش فيه القطط بس، ولأن كوكب مياو موجود في نص المجرة فدايما بينزل عليهم نيازك بتدمر كوكبهم. القطط بدأت تخاف وبيقرروا يلاقوا كوكب تاني يعيشوا فيه. بنعرف ان شعب المياو حاولوا قبل كده يغزوا الارض لكن ما قدروش، وكل المياو الشجعان اللي راحوا الارض ما رجعوش تاني للابد. ملك المياو بيعرفهم ان لازم يلاقوا حل والا هينقرضوا مع الكوكب بتاعهم، وبيفكروا في طريقه جديده يغزوا بيها الارض. ملك المياو بيستدعي محارب كبير عندهم اسمه بودن، وبيأمروا يروح الارض ويدور على المياوز اللي راحوا قبل كده وما قدروش يرجعوا. بيأمروا يلاقي طريقه يوصلوا بيها الارض بسلام، واداله سلاح سري. بودن جهز نفسه للرحله، ولما وصل الارض كان في عاصفه قوية لدرجة ان مركبته الفضائية اتدمرت. بودن خرج من المركبة لكن سلاحه السري ضاع منه. بنرجع لشاولينج وهو بيكلم واحد صاحبه كان هيسافر ويسيب القط بتاعه، فبيسأل شاولينج لو ياخد باله من القط بتاعه، وشاولينج بيوافق. مرات شاولينج متضايقة ان جوزها وافق يجيب القط في البيت، وبتسأله اذا كان عمل اي شغل او حاجة وجاب فلوس، لكن هو بيتهرب من السؤال. شاولينج بيقابل صاحبه وبيديله القط بتاعه، بيتكلموا في العربية وبيظهر فجأة القط بودن، وبيعرف ان السلاح السري وقع في البيت دوت. بيتسلى اللي فوق عشان يجيب السلاح، لكن لان السلاح مش معاه فهو بيكون ضعيف وبيقع من فوق المبنى، وعشان يلحق نفسه قبل ما يموت لازم ينسخ نفسه على شكل اي حيوان تاني. بيلاقي قدام القط بتاع الراجل صاحب شاولينج، فبيقرر ينسخ نفسه ويبقى شبهه. القط خاف منه وهرب بسرعه، وبودن بقى شبهه خلاص لكن ضخم جدا. شاولينج بيروح يجيب القط لكن بيتفاجئ من حجمه، بيسحبه يوديه على البيت، ومرات شاولينج لما شافت القط اغمى عليها بسبب حجمه. شاولينج عشان يفوقها ملقاش طريقه تانية غير انه يديها كذا قلم على وشها. القط بودن خايف من اللي بيحصل، ويوهو بيمسك الموبايل يصور القط، ويويو كانت متفاجئه من حجمه. مرات شاولينج بتفوق وبتساله اذا كان ده قط حقيقي. يويو عايزه تلعب مع القط لكن امها وقفتها وخايفه عليها. مرات شاولينج بتروح للقط وبتلعبوا بوكسنج ومفكره انه مش حقيقي. القط بودن كان متعصب جدا، فبيقرر يستخدم قدرات المياو عليهم، بيضربهم باشعه المياو القاتله وهو فرحان، لكن بيكتشف ان قدراته ضعيفه واللي حصل ده كله كان في خياله. بيحاول كذا مره لكن هو ضعيف. يويو بتجري على القط تحضنه وتلعب معاه، لكن هو بيحاول يبعد عنها ومش عارف. شاولينج والعيله بيقرروا يتبنوا القط ويسموه شيشلي. شيشلي بيستخدم طاقه التخاطر عشان ينده باقي المياوز ييجوا ويتجمعوا في مكان سري. شيشلي كان متفاجئ ان المياوز بيتصرفوا زي باقي القطط العاديه على الارض، وانهم مش بيتصرفوا زي القطط من كوكب مياو. قط قديم من المياو بيقول له ان الغزو اللي عملوه نجح، والحاجه الوحيده اللي كان لازم يعملوها هو انهم يتصرفوا بلطف مع البشر والناس تحبهم. شيشلي بيتعصب منهم لانه مياو محارب، وان التعايش مع البشر مش هو الغزو اللي كان في باله. بعد الاجتماع شيشلي بيرجع للبيت وبيتسحب عشان يهجم على العيله، لكن الست بتطلع قدامه وهي مهيسه، والقط اتخض منهم. شيشلي راح اوضه يويو وعايز يهاجمها، لكن لقى يويو شكلها لطيف وبدا يحبها. يويو بتقول له يروح ينام، وشيشلي سمع كلامها ونام على الارض. تاني يوم يويو بتروح تلعب على القط، وابو يويو عايز ياكل القط مكرونه، لكن شيشلي بيبعد الطبق بعيد والمكرونه بتنزل على الراجل وهو بيضحك. الراجل بيقدم للقط كذا نوع اكل، لكن شيشلي مش بيوافق ياكل اي حاجه. العيله بتخرج وسابوا شيشلي لوحده في البيت، وشيشلي استغل الفرصه عشان يدور على سلاحه السري. ولما العيله رجعت لقوا الشقه كلها مجركبه، والقط قاعد في المطبخ عمال ياكل. الست عايزه تروح تضرب القط لكن جوزها قدر يمنعها، وكل العيله قاموا ينظفوا الشقه ويرتبوها. وهما بيرتبوا البيت شاولينج لقى غويشه قديمه بتاعت مراته كانت ضايعه بقالها كتير ومش لاقيينها، ولما لقوها كانوا فرحانين جدا وكلهم بيشكروا القط شيشلي. وتاني يوم العيله كانت بتطبخ، والقط راح المطبخ وحط حاجه في حله الاكل. بعدها شاولينج بيدي القط فطاره، والعيله كانوا طلبوا بيتزا ياكلوها. مرات شاولينج راحت تجيب الحله واديتها للقط عشان يشرب منها. شيشلي اكلها وهو خايف وطلع يجري وبطنه مقلوبه من اللي اكله. بيجي الليل وشيشلي قاعد بره بيريح، شاف 2 حراميه بيتسحبوا عايزين يسرقوا بيت، وشيشلي ساعدهم يدخلوا. الحراميه دخلوا البيت كتفوا العيله كلهم وقعدوهم على الارض. شيشلي راح يشوفهم، لكن لما لقى العيله خايفين عليه وبيشاوروا له يهرب، شيشلي غير رايه وراح ساعدهم وضرب الحراميه. العيله فرحوا جدا بيه وحضنوه.
يويو في المدرسه، والمدرسه بتقول ان الطلاب اللي ما نجحوش في الامتحان يجيبوا اهلهم، ويويو بتتفاجئ انها كانت من ضمن الطلاب اللي ما نجحوش. يويو راحت اوضه باباها لكن ما لقيتهوش، وكانت خايفه تقول لامها عشان ما تضربهاش. ولما شافت شيش لي حاطط طرحه على راسه جه في بالها فكره، وهي انه يتنكر في شكل امها ويروح معاها المدرسه. يويو غطت وش القط بكمامه وراحوا للاجتماع في المدرسه. يويو بتتكلم بداله عشان المدرسه ما تشكش، لكن القط بيعطس في وش المدرسه والكمامه بتروح عليها. شيش لي بيشوف عصفوره قدامه وطلع يجري وراها. يويو مش عارفه تعمل ايه فبتعيط وبتقول للمدرسه ان امها عندها مرض غريب غير شكلها، والمدرسه بتصدقها وبتتعاطف معاها. وتاني يوم شيش لي بيروح الحديقه وبيلعب مع العيله وهم مبسوطين جدا. وفي يوم شاولينج بيوصل يويو المدرسه، فواحده من المدرسين شافته وعرفت انه لاعب كره قديم، بتطلب تتصور معاه وبتساله ازاي يقدر يجي في يوم لانهم هيعملوا مسابقه للالعاب، وشاولينج بيقول لها هيفكر في الموضوع. وفي يوم يويو لقت ناس بره بيشخبطوا على بيتهم، وبتعرف منهم ان جوزها عليه ديون ب2 مليون. شاولينج بيجي البيت ومراته بتتعارك معاه بسبب الديون الكتير، وهم بيزعقوا. بيشوفوا في التلفزيون فيديو لشيش لي، واتضح ان يوهو كان رافعه على النت، والفيديو جاب مشاهدات كتيره جدا. شركات الاعلانات بيكلموهم علشان شيش لي يطلع معاهم في الاعلانات. وبين يوم وليله عيله شاولينج اتشهروا واتغنوا بسبب القط. شيش لي وشاولينج بيعملوا اعلان وهم بيلعبوا بوكسينج، لكن في لمبه اضاءه وقعت من فوق وخلاص هتقع على شيش لي، وفي اخر لحظه شاولينج بيتدخل وبينقذه بسرعه، لكن رجله اتعورت جامد. شيش لي واقف على جنب واتضايق جدا من اللي حصل. بيعمل اجتماع سري جديد، ومن الواضح ان رايه اتغير في البشر وبقى يحب عيله يويو. شاولينج كان في مطعم قابل واحد يعرفه من زمان وقال له في سر خطير، وهي ان اصحابه لقوا خريطه اثريه وفيها كنز كبير وعايزين حد يستثمر معاهم في المعدات عشان يجيبوا الكنز. شاولينج فورا بيوافق وراح سحب فلوس من البنك واداها لهم واخد الخريطه. مراته بتروح له وبيكتشف في التلفزيون ان الناس دي حراميه ومطلوبين للعداله. الحراميه طلعوا يجروا، ومرات شاولينج متعصبه جدا من جوزها وبتعيط لان الفلوس دي كان المفروض يعالجوا بيها رجل يويو عشان تقدر تمشي كويس. وشيشلي شايفهم وزعلان من اللي حصل. شاولينج بيطلب المساعده من زميله القديم وانه يعالج رجل يويو، لكن الدكتور كان معجب من زمان بمرات شاولينج وبيقول لشاولينج يطلق مراته وهو يعالج بنته، لكن شاولينج بيحب مراته وبيرفض كلامه. بنعرف ان مدرسه يويو عاملين مسابقه رياضيه وهيبقى في سباق للطلاب واهاليهم. يويو عايزه تشارك المسابقه لكن اهلها بيرفضوا بسبب مشكله رجليها، ويويو بتزعل جدا. شيش لي كان زعلان برضه لانه كان شايف العيله دي سعيده، لكن هما بقالهم فتره في مشاكل وعايشين في حزن. شيش لي بيقرر يساعد يويو، بيسحب شاولينج للملعب وبيوريه صوره عيلتهم وهم فرحانين، وبيبدا يدربوا على صد الكور في الملعب. وشاولينج بقى ايجابي وقدر يصد كل الكور. شيش لي كان ماشي في حديقه البيت وشاف ضوء اخضر قوي جدا، بيبص لفوق ولقى السلاح السري بتاعه. شيش لي كان فرحان جدا، لكن لما افتكر سبب زيارته للارض شيش لي كان حزين لانه لازم يرجع للكوكب بتاعه. بنرجع لمدرسه يويو والسباق بدأ، لكن محدش من اهلها لسه جه، واخوها بيقول لها مش لازم تشاركي في المسابقه وتتعبي نفسك، لكن يويو كانت مصممه تشارك. اهلها بيجوا والسباق بيبدأ. يويو بتبدأ تجري لكن هي بتتكعبل ووقعت على الارض. يويو بتحضن اهلها وبتقول لهم ما يتعاركوش تاني بسبب الفلوس، واهلها بيتصالحوا اخيرا. شيشلي كان واقف فبيقرب منهم بيفهمهم يمسكوا ايد بعض، ولما عملوا كده شيشلي قدر يتخاطر معاهم بعقله، بيكلمهم وعرفهم سبب وجوده في الارض وانه لازم يرجع لكوكب مياو، لكن بيقرر يقعد لحد ما السباق يخلص. السباق بيبدأ بيوهو بيجري ويسلم الرايه لامه، وهي بتسلمها لابوهم، واخيرا بيسلمها ليويو. يويو بتجري بسرعه وبنتفاجئ ان الدعامات في رجليها بتتفك، ويويو بتجري من غير اي ألم. واتضح ان شيشلي ساعد يويو وقدر يعالج رجليها بالسلاح السري، والعيله مش مصدقين نفسهم ان بنتهم رجليها خفت وقدرت تجري. يويو بتجري وهي فرحانه، بتبص تشوف شيشلي لكن مش بتلاقيه. واتضح ان شيشلي ركب مركبته الفضائيه وبيستخدم قدراته عشان يمسح نفسه من ذاكره الناس، وعيله يويو بيعيشوا في سعاده. شيشلي بيرجع كوكب مياو، بينزل الكوكب بتاعه وبيكذب بخصوص رحلته للارض، بيقول لهم انها مكان خطير جدا وما ينصحش ان هم يغزوها، وكل المياو صدقوه. لكن ملك المياو بيقرر يعاقب شيشلي بسبب فشله في غزو الارض، بيمنع انه يرجع لشكله الاصلي وبيحكم عليه انه يقشر بطاطا بدل الحياه. شيشلي كل ما يشتاق لعيله يويو بيبص للسما ويفتكر ذكرياته معاهم. وفي يوم بيجي لكوكب مياو جروب من كوكب دوجي بيسالوهم ياخدوا شويه بطاطا من عندهم قبل ما يكملوا سفرهم للارض. شيشلي لما عرف ان هم رايحين الارض رحب بيهم، بيوافق يديهم بطاطا لكن بشرط انه يروح الارض معاهم. شيشلي بيوصل
وصل للارض راح يخبط على بيت يويو وهو مبتسم. شاولينج بيفتح الباب لكن بيتخض من حجم القط وباقي العيله خايفين. شيشلي بيفتكر ان هو مسح ذاكرتهم كلهم وانهم مش فاكرينه ومشى وهو حزين، لكن بيتفاجئ ان الباب بيفتح تاني والعيله ماسكين صور ليه عرفوه ان الناس كلهم نسيته، لكن هم ما قدروش ينسوه لان ذكرياتهم معاه كانت موجوده في قلبهم.